مساء الخير جميعا، واهلا ومرحبا بكم في امسيه جديده من امسيات البيت العربي النمساوي للثقافه والفنون. اليوم في هذه الامسيه امسيه مميزه لاننا نستعمل هذا المكان لاول مره في المحاضرات والامسيات. كما تشاهدون هنا المعرض، معرض الماء اكسير الحياه، هو المعرض الفني الرابع في هذا البرج. الافتتاح كان بالامس. اليوم أمسية شعرية نستضيف فيها وجهين من وجوه فيينا المعروفين، ونستمتع بشعرهم وبأدائهم لهذا اليوم. ضيوفنا في هذه الأمسية هم الأستاذة نيبال زيتونة، وهي سورية مقيمة في فيينا منذ عدة سنوات، حاصلة على إجازة جامعية في الأدب العربي من جامعة دمشق. عملت سابقا في عدة مجالات، آخرها في تدريس اللغة العربية وكمدققة لغوية. تكتب الشعر والمقالات الصحفية. أهلا وسهلا أستاذة نيبال. ضيفنا وهو ابن البيت العربي النمساوي، وهو رئيس لجنة الفنون والمسرح في البيت، الأستاذ علي الحسن. اشتغل كصحفيا وناقد لسنوات في الصحافة السورية، وشارك في العديد من الأمسيات الشعرية، واشتغل ككاتبا ومخرجا في المسرح، وله العديد من المشاركات مع النمساويين والطلبة المتدربين. هناك 3 مسرحيات، الأولى عن اللجوء عام 2017، والثانية عن المرأة عام 2018، والثالثة عن الكتب وإحراقها بعنوان نيران ولهف عام 2019. له مشاركة عبر نصوص شعرية في أنطولوجيا باللغة الألمانية بعنوان أبواب عن رابطة القلم النمساوي. صدر له مجموعة شعرية بعنوان حجارة البئر المهجورة، وله تحت الطبع تنحنح وعلى الدرجة 40. أهلا وسهلا بالأستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذة نيبال. سيكون هناك طبعا كما هو موجود في الإعلان، كان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ الشاعر العراقي إياد هاشم، لكنه اعتذر بالأمس لأسباب خاصة. نرجو له كل التوفيق والصحة والسلامة، وهو موجود بيننا الآن. لا استدعي يعني صديقنا وعزيزنا، إذا يعني لقى نفسه وجد نفسه تحت ضغط الجمهور، يعني بمقدرة أنه يتجاوز ظرفه ويحكي لنا يمتعنا بأشعاره، فلا مانع. بالأمسية يعني نتناوب أستاذة نيبال والأستاذ علي في النصوص، وطبعا كما هو البروتوكول بداية مع السيدة الأستاذة نيبال زيتونة. أهلا وسهلا ومرحبا بك بين أهلك وأحبابك في البيت العربي النمساوي. شكرا. تفضل. لا، هذا الكاميرا، بس الصوت للقاعة. مساء الخير جميعا، وشكرا للحضور الكريم. طبعا للنساء والرجال معنا. سأبدأ من التسابيح الصوفية. تسابيح صوفية على ماجن العشب يسرح حارس الشمس ظلي، فراشات ظلي. على ماجن العشب يسرح حارس الشمس فراشات ظلي، قرابين لكاهنة الغياب. فينسكب همر دمي تسابيح صوفية في كينونة اللون ذات يباب. على ماجن العشب ينسل صوتك خفيفا كريشا، رشيقا كبجعة، يعبر مفازات النجاة وينداح من حقول الماء والقصب. من آر البعيدة من هناك
الشمس وترنم الريح بالأسرار. فوق النخل فوق مدري لمع خده مدري القمر فوق نخلتان عاليتان، واحدة في رصافة الشام وأخرى في الكرخ يا بغداد. نخلتان عاليتان، واحدة في رصافة الشام وأخرى في الكرخ يا بغداد، زوبعتان على حل ثوبهما تندبان، والدمع بلح يا فرات، بلح يلمع مثل أكواب الفضة، وعيون المها بين النهرين زدنه جمرا على جمر، كرات من الذهب. قامتان شامختان، واحدة في البصرة وأخرى في الشام يا بلقيس، يا أجمل كلمات البلابل، مطر مطر مطر، وعيناك غابتا نخيل ساعة السحر، قصيدتان منقوشتان على قلب وحجر، على قلب وحجر وعلى مرمر، ما مر علينا ذيل مرمر، يا زين لا تكبر علينا الأكبر. نخلتان عاريتان، واحدة في رصافة الشام وأخرى في الكرخ يا بغداد، قبرتان في عراء الشمس تجفلان، مدينتان هائمتان، الشام وبغداد. والموت قطاف يا فرات، قطاف بسم الحية الرقطاء تنفق على النار، وآه الأمهات هناك، آه على آه، آه على آه. اللعنة طبعا هو عنوان. العربي ولا بالانجليزي؟ لا تأخذونا اطلاق. هي امرأة الحكاية، هي امرأة الحكاية، يسمونها عفاريت النوم حينا، وحينا الجنية العجوز. هي امرأة الحكاية، إنها امرأة الحكاية، من نصوص اللعنة تخرج. إنها امرأة الحكاية، من نصوص اللعنة تخرج، ومن كتب الموتى، من تعاويذ التين والفخار تفر، تطفو فوق زبد الحكايات، وتعرش على خيوط الشمس، تطفو على زبد الحكايات وتعرش على خيوط الشمس، تعيد تشكيل أبجدية الحضور كما تشتهي. ولأنها امرأة الحكاية، تمتطي متن اللغة، تنفر ظباء لعنتها. ولأنها امرأة الحكاية، تمتطي متن اللغة،
وتنفر ضباء لعنتها وتنذر روحها للسحر الأبيض وفصول الندى. سيدتي، نص بعنوان الصندوق الأسود. أعلى بعدين الصندوق الأسود كده صعب. بلاك بوكس. لا تعبثي بالصندوق الأسود. لا تعبثي بالصندوق الأسود، كل الأسرار المقدسة هناك. لا تحاولي فتحه من قبضة قميصك أو من عنق الرحم. حنطي لحظة الرعشة في ثلاجة الموت. حنطي لحظة الرعشة في ثلاجة الموت وتأملي غبار الطلع في الخارطة الوراثية. كم سرعة ارتطام الذكريات لديك بحبل السرة؟ لا تعبثي بالصندوق الأسود. لا تحاولي فتحه كقطعة حلوى أو علبة سردين أو كلغم معد للانفجار. يا فوضى المرايا، امسحي الحبر عن قميص التاريخ. يا فوضى المرايا، امسحي الحبر عن قميص التاريخ وأزراره النافرة. انقعي الأحماض في المتاحف الكبرى واكتبي وصايا الكيمياء على ألواح الطين. يا امرأة من الورق المقوى، دعك الآن من الطائرات الشراعية ومن الأسماك في حوض الرمل. أنا صديقك الفيل، تعالي نلعب ورقة حجر قص. وللهذيان أجنحة. شوي لنفعه. للهذيان أجنحة. في المدينة القديمة على أرصفة ذاكرة العدم. في المدينة القديمة على أرصفة ذاكرة العدم ما زال ظلي عالقا باللون البهيمي الآبد الوحشي. على أرصفة الذاكرة الخراب، على أرصفة الذاكرة الخراب ما زلت أرى على وجه الغمر ظلمة. في المدينة القديمة على تخوم الخواء السرمدي دمعت عين السماء، انطفأت بنات الشمس والقمر وانكسر المدى. في المدينة القديمة على أرصفة الذاكرة الأحوال قرأت في سفر التكوين ما زالت الأرض خربة وعلى وجه الدم الغمر ظلم. ما بال الغزالات يهربن بعيدا كل يظل ترى ما الخطب. ما بال الغزالات يهربن بعيدا كل يظل ترى ما الخطب. ما الخطب يظل ولك الشتاءات الطويلة سباتا تغفو، ولي نهارات الصيف تعدو، ولك الليالي ولك المطر والثلج ولك الحور والصفصاف
والشيح والحرمل ولي الغربة والشيب والتبغ والخمر ولي قمصان الجمر ولي وحدي تمد الثعالب ألسنتها ولك القطارات ولي السكك وكنت دوما تنجو حتى أنك يا ظل إذا ما مت يوما تبقى لك الشاهدة ولي القبر. الزمن الدائري. في الغابة البعيدة نشأت على تخوم الريح. في الغابة البعيدة نشأت على تخوم الريح كشجرة دردار جبلية تنفر شياطين الغبار في الليالي الموحشة، وفي الصباح ترسل جذوعها سرا إلى فضاء الشمس. في الغابة البعيدة وجعت من زمني ومن ثقل التمائم والتعاويذ والأسحار. وجعت من زمني حتى لم أعد أقوى لأسند قبة الكون. وجعت من زمني حتى لم أعد أقوى لأسند قبة الكون كما أوصى الإله. فتيبست عروقي وخب الأخضر في الوريد. وقبل أن أرحل نسيت أن أتطهر بنهر النسيان، فحملت أوزاري وذاكرتي معي إلى حيوات الإنس والبشر. صدق الأعمى حين قال أبصر الناس كأشجار يسير. كأشجار يسيرون. تقول جبال. من قال إنك عار يا آدم؟ من قال إنك عار يا آدم؟ ومن دلك على حواء يا جدنا الجليل؟ من قال إنك عار يا آدم؟ ومن دلك على حواء يا جدنا الجليل؟ وكيف كان اللقاء؟ أعتاب كان أم عناء؟ قل يا آدم، أي ابنيك أحب إليك، أقابيل كان أم هابيل؟ وما لون تفاحتك، أحمراء هي أم صفراء، أم كانت بين بين؟ أكانت تفاحة حقا أم كانت حب التين؟ من قال إنك عار يا آدم، صف لنا إبليسا ما شكله، أقصير هو أم طويل؟ وهل صحيح أنه من نور وأنك جئت من طين؟ وهل صحيح أنه لحق بك أم كنت له من اللاحقين؟ قل يا آدم، بأي أرض نزلت وفي أي أرض دفنت؟ وكم كان عمرك يوم رحلت؟ وهل سبقتك حواء إلى الموت أم أنك سبقت؟ من قال إنك عار يا آدم، اقضم تفاحتك مجددا دونك كل الثمر. عانق حواءك، طال العمر أم قصر، لا تندم يوما أنك فعلت.
طوبى يا آدم، طوبى أنك إلى الأرض هبطت. يبعث يابس حتى نهايات الكلام، يابس حتى نهايات الكلام، لا ظل يورق في قوافيه ولا هدل حمام، يابس يابس حتى نهايات الكلام، لا عشب ينمو على راحتيه ولا غمام، لا جنون يستنبت القمح في تموزه، لا جنون يستنبت القمح في تموزه ويعتصر الكروم كأنه لا يشتهي نزق الفصول، كأنه لا يشتهي نزق الفصول، يابس في صمته في صحوه حتى المدى، في سمت عينيه احتضار. عدسات لاصقة. أنت لا تضعين عدسات لاصقة ولا تحبين القطط، أو أنت لا تضعين عدسات لاصقة ولا تحبين القطط. في أحد المساءات في محطة القطارات وأنت تمشين على الرصيف 8 خطر ببالي أنك ستتوقفين عند لوحة إعلان لقطة تركب دراجة هوائية. خطر ببالي أنك ستتوقفين عند لوحة إعلان لقطة تركب دراجة هوائية. ربما كنت لحظتها تفكرين فيما إذا كان مقعدك إلى جوار النافذة، أو فيما إذا كان عليك أن ترتدي شالك الأخضر. أنا التمثال المنصوب وسط الحديقة العامة منذ أمد طويل. أنا التمثال المنصوب وسط الحديقة العامة منذ أمد طويل. كلما مررت من جانبي اشتاحت لي رغبة الحياة، كلما مررت من جانبي اجتاحتني رغبة الحياة والكلام والقهوة وأشياء أخرى. أنت لا تضعين عدسات ولا تحبين القهوة. دعك من فناجين القهوة على طاولة المقاهي ومن أحواض السمك في ربهات الفنادق ومن لوحات الإعلانات. دعك من هذا كله. أنا التمثال المنصوب وسط الحديقة العامة منذ أمد طويل. تعالي نجمع الأغاني، تعالي نجمع الأغاني، ننسجها شانات العاشقين، نشعل الشموع ونفسر الأحلام بتماثيل المدينة. تعالي تعالي نعد الحروف على أصابعنا، تعالي نجمع النجوم ونرمي النقاط على دروب المهاجرين يرصعون بها حقائب العودة.
في البدء كان صوتك يمتطي كطفل سدة الشمس كل صباح. في البدء كان صوتك يمتطي سدة الشمس كل صباح، يحرق خيمته وفقا لنواميس الغجر. تقوده الريح شمالا حيث تنتهي الأرض. تقوده الريح شمالا حيث تنتهي الأرض على حدود غابة البلوط. بلى، إنه ابن مملكة الغجر يا وارثة الظلال. هو ذا وشم الشمس لكامل استدارته، وتلك مزاميره والصولجان. نص مترجم عن الألمانية هي الشاعرة والكاتبة أنيس روهنشتاين بعنوان طمأنينة. أتريد الطمأنينة؟ اذهب إلى داخلك، إلى المكان الذي غالبا ما يؤلمك، المكان الذي دائما تتجنبه، ثم واجه العتمة ببسالة. لا أحد آخر يعرف كم هي معاناتها. جدا متجذرة هذه المغامرة أمام الحسد والألم والخوف والجشع. الكلمة وحدها لا تقدم الكثير. الطمأنينة تكبر داخلك فقط وفقط عندما تعالج ما يدميك. الطمأنينة تكبر داخلك فقط عندما تعالج ما يدميك، فقط عندما لا تتوقف عن الحكم فحسب، بل وتحب. عندما تحب يمكنك أن تزهر مثل زهرة جميلة، ويمكنك أن تحصد ما تزرع. هكذا تبدأ الطمأنينة، وإن لم تكن فلم يكن غيرها. الطمأنينة يجب أن تعيش عميقا داخلك قبل أن تظهر للعالم. لوحة من وحي اللوحة. ها هي حارسة الشمس تخرج من كهفها المسحور. ها هي حارسة الشمس تخرج من كهفها المسحور، ترنو إلى قطعان الشروق على السفح البعيد. ها هي البلاد تخطو على منعرج القيامة. ها هي البلاد تخطو على منعرج القيامة، حيث يفيق الأزل يحث خطاه إلى التلة السامحة، ليطعم قلبه غزالة المدى. ها هو الصبح يجلو وسن المروج، يشد البريق من ياقته، يعد خيوط الضياء. ها هو الصبح يجلو وسن المروج،
يشد البريق من ياقته، يعد خيوط الضياء بصخب النهار، ويصغي لصر الجنادل خلف الأكمة. لو أن السماء شاشة تنزلق إليها الملفات المحذوفة لأمطرت حبرا ونبتت لغات العالم أشجارا. لو أن السماء شاشة تنزلق إليها الملفات المحذوفة لأمطرت حبرا ونبتت لغات العالم أشجارا. لو أن السماء شاشة تلصق الأرض على وجهها صور الموتى لقبل الناس خدها كل صباح. هذا لو أن السماء شاشة تنزلق إليها الملفات المحذوفة لأمطرت حبرا ونبتت لغات العالم أشجارا. لو أن السماء شاشة تلصق الأرض على وجهها صور الموتى لقبل الناس خدها كل صباح. تعويذة حب فرعونية. ندية أنت والقصيدة ريا، هكذا قال. ندية أنت والقصيدة ريا، هكذا قال ذات وعد مخضل بالبوح وذاكرة القصب. ندية أنت والقصيدة ريا، ها وقد اكتمل القمر آلا أيما لالا أيما لالا. فتراقصت هذه الحروف عارية وتمايلت غير آبهة كأعواد القصب. فتراقصت هذه الحروف عارية وتمايلت غير آبهة كأعواد القصب. آلا أيما لالا أيما لالا يا كل أعواد القصب. حلو. سلحفاة ونعش. مثل سلحفاة أمشي لست في عجلة من أمري. مثل سلحفاة أمشي لست في عجلة من أمري. قوقعتي على ظهري وكل يا صديقي إلى حتفه يسير. وكل يا صديقي إلى حتفه يسير. لست معنيا أن أكون الأول أو ما قبل الأخير. أرفع في هذا الزمان كأس الخيبة عاليا. جدا يطيب لي أن أخسر الرهان. جدا يطيب لي أن أخسر الرهان. الهوينة كان يمشي فوق رمشي. اقتلوه بهدوء وأنا أعطيه نعشي. مثل سلحفاة أمشي كي لا تفوتني التفاصيل.
وأربي صداقة الأبد مع الطريق، حتى إذا من جديد حان اللقاء طويل يكون العناء. مثل سلحفاة أمشي لا أسنان لي كي أعض القبحا، مثل سلحفاة أمشي لا أسنان لي كي أعض القبحا، أخدع ببساطة من عسل الكلام، أخدع ببساطة من عسل الكلام. أنا علي الحسن الفأل الحسن لناسي ونحسي لي وحدي يرافقني كظلي يرافقني نحسي، وأنا مثل سلحفاة أمشي. الهوينة كان يمشي فوق يمشي. عزف على قيثارة أورفيوس. لصوتك حين تنام الفصول، نضيد الصواقي وهل السحاب. لصوتك حين تنام الفصول، نضيد السواقي وهل السحاب. لصوتك لون الحقول ثمار المطر، من غابرات الأمال يجي ويمنع عرائشا بين الضلوع. لصوتك كلب الجبال وأسرارها، تنفث مع الريح أحزانها، وتتلو صلاة الغريب بطقس الخشوع. هلا كيف الأجواء وضعها في الوقت الزمان المكان؟ قاعدين عم نسمع بس تملوا او هيك يعني بس قدموا مشان هيك يعني الوقت شوي أدرك ناخذ كمان شيء قصيدتين وبعدين نتوقف. هيك معقول. وبعدين ندعي الاستاذ اياد تضغطوا عليه لانه شوف يعني اسمك موجود والكرسي تبعك موجود يا عباس يا عباس على كل الشاعر يرتكب الحماقات أيضا. الشاعر يرتكب الحماقات أيضا. حجر ورقة من قص يلعب بالبيضة والحجر، يحول البيضة إلى زلاجة تزحلق على الجليد، ويحول الحجر المستطيل الأخضر إلى عرقلة فنية على حافة الجزر. الكاتب يترك الحقيقة المرة مصلوبة بين السطور، ويشرب القهوة مع سكر المجاز. الشاعر يترك الحقيقة المرة مصلوبة بين السطور، ويشرب القهوة مع سكر المجاز. على سبيل المجاز، نتخيل مع بعض نباح كلب في الجوار،
ضوء خفيف يتسلل إلى طاولة الكتابة. شاعر يكتب قصيدة على ورقة. الشاعر يتنحنح، الورقة تطير، يلتقطها، يعاود الكتابة. نباح الكلب يستمر. الضوء الخفيف ما يزال يتسلل إلى الطاولة. النباح يصبح أعلى. الشاعر يتنحنح بصوت أعلى، يمزق القصيدة. النباح يختفي تماما. في اليوم التالي الضوء يصبح على الطاولة أقوى. الشاعر يفرح شحمة أذنه، ودون أن يرف له جفن ينظر في المرآة. عناوين صحف المدينة في اليوم التالي تنشر: كلب يموت مسموما بقصيدة. متعب هذا الصهيل، متعب هذا الصهيل، ضيق هذا الهدى. متعب هذا الصهيل، ضيق هذا الهدى. في كل جهات الأرض أسرجت خيولي، أنا الجنية المزدحمة بالأسرار. أنا الجنية المزدحمة بالأسرار والوحشة. أنا العرافة الموسومة باللعنات والمعاصي. أنا بنت الريح، حارسة التلال الغامضة في أساطير الشمال. ما زلت أكنز قوة الأضداد في مسرى يدي. ما زلت أكنز قوة الأضداد في مسرى يدي. أدير دفة الأنواء في طلاسم العدم، وأحرس ظل المسافر في لجة العناء. أنا امرأة البدايات أم الأرض. أنا امرأة البدايات أم الأرض، سليلة وجع خرافي الفصول، يلوي عنق الريح كثعبان الإله، يسكب زيته الوفير في سراج الحكايات كل ليل، ويسوق القوافي إلى مراعيها إذا جن الخواف. الهندي الأحمر. أنا هنديك الأحمر. أنا هنديك الأحمر، سليل شجرتك المقطوعة. هنديك الأحمر الذي يتكئ على حلمه البعيد، غامضا مجعدا ويابسا. يا قطاف، وحيدا على قارعة التلال الغريبة، أتعكز على الأثر ملفحا بالشك، أفك طلاسم الغرباء. يا قطاف، هل سألت الحرب؟ يا قطاف، هل سألت الحرب عن مصير الحقول هناك؟ هل سألت الحرب عن حقول
عن مصير الحقول هناك، عن الخراف الصغيرة في تلك الرابية، عن قطعان الأغنام، عن البئر في أسفل التلة، عن شجيرات المشمش والرمان. وهل سألتها متى تنام؟ أتنام الحرب يا قطار؟ أتنام الحرب يا قطار؟ هل سألت الحرب عن الفزاعات في الحقول؟ عن قبعات الفزاعات الملونة هناك؟ أطيرت الحرب قبعاتها؟ وماذا عن القبرات؟ عن سياح الديون؟ عن الهدهد هناك؟ وماذا عن رفوف القطا؟ عن الإوز والبط؟ عن العصافير ورفوف الحمام؟ أنا هنديك الأحمر سليل شجرتك المقطوعة، الشجرة التي قطعتها الحرب يا شقاق، الشجرة التي قطعتها الحرب يا شقاق، قطعتها وتطايرت أغصانها في الأقاصي، والريح صفراء تناثرت أغصانها، والتربة مالحة يا شغار، مالحة حد الموات يا قطاف. شكرا. باسمكم جميعا أشكر ضيوفنا لهذه الأمسية، الأستاذة لباس زيتونة والأستاذ علي الحسن على هذه الأمسية وهذه النصوص الشيقة. في هذا المكان يوم الجمعة أيضا هناك أمسية مع الأستاذ بدر رفو يقدم لنا ديوانه الشعري. قبل أن ننهي هذه الأمسية هناك دعوة من الجمهور للأستاذ إياد هاشم، نرجوك أن تأتوا. لمن لا يعرف الأستاذ إياد هاشم هو شاعر وكاتب من العراق مقيم في النمسا، المواليد عام 1962، حاصل على شهادة دبلوم المعهد العالي للاتصالات. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الأدبية والمهرجانات الشعرية محلية وعالمية. دواوينه الشعرية يا حدود الغريب صدر عن دار الينابيع سوريا، الخوف ضمير المتكلم صدر عن دار الفارابي لبنان 2016. كما له ديوان جديد قيد الطبع تحت عنوان قميص بعين الذئب، اعتقد انه طبع. ومن اعماله الاخرى لحنت له العديد من القصائد الشعريه، كما له العديد من المنشورات في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه. كما كتبت في شعره عده دراسات جامعيه. طبعا مسيره كبيره للاستاذ اياد، وهو طبعا عضو البيت العربي النسائي للثقافه والفنون. مساء الخير، اهلا ومرحبا بك استاذ اياد، وننتظر ان تمتعنا باشعارك. إياد هاشم. اياد هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نداء من بقايا امرأة. لا تبتعد، لا تبتعد، فأنا أسيرة الرحيل. لا تبتعد، فأنا أسيرة مقلتين. لا تبتعد، فأنا أتيه بحاجبين. جربت أن أغتال عينيك اللتين لطالما جنتا علي. جربت أن أصف الجمال فكنت أجمل ما لديك، وكنت أجمل ما لديك. جربت أن أقضي على ما كان يشغلني سواك ففز قلب يرتجي. لم لا؟
لم لا وها إني أرى في دمعتينا دمعتين، ألأنني أخشاك أم أخشى عليك؟ فلا عليك. هل دق قلبك مرة؟ هل دق قلبك مرة؟ هل فر طير من يديك؟ أم هل ضعت قلادة كانت تغازل وجنتيك؟ هلا سألت ومن على ذاك الرصيف تبللت؟ هلا سألت ومن على ذاك الرصيف تبللت وتقطعت شوقا إليك؟ كان الشتاء خليلها، كان الشتاء خليلها لما بخلت بدافئ من معصميك. لم تدر عنها مثل ما كانت لديك. إن التي انزلقت على طرف السرير كأنها كانت تنظف غرفة في خافقيك، كانت تصفف ذكريات قد تبعثر شأنها حتى بدت قبل احتوائك تحتويك. كانت تزيل الليل عن شرفاتك الثكلى كما اكتنز السواد بنظرتيك. هلا سألت ومن أنا؟ هلا سألت ومن أنا أو ما عرفت ومن أنا؟ فأنا هي الأولى التي مذ بعتها ركضت قبيل الأخريات حبيبة رغم افتقارك تشتري. القصيدة الثانية من مذكرات عنتر. دعينا لنرسم خارطة للحكاية، دعينا لنرسم خارطة للحكاية، نعيد الفتوحات فوق الأسرة، نغزو بكل الجهات لنظفر يومئذ بالصبايا. نعيد إلى الروم ما علمونا، نعيد إلى الروم ما علمونا، فنحن انشغلنا بكثر السبايا لنأسر فوق السرير قطيع العذارى ونهزم لو قابلتنا السرايا. لنأسر فوق السرير قطيع العذارى ونهزم لو قابلتنا السرايا. ولو أننا في الفراش انتصرنا ولكن على غيرنا قد نكون ضحايا. ولو أننا في الفراش انتصرنا ولكن على غيرنا قد نكون الضحايا. دعينا ندوس أنوف الضعاف بوحل انتصاراتنا كل حين، فنحن الجنود الذي لا نهاب المنايا. بحرب البسوس انتصرنا، بحرب البسوس انتصرنا، بحرب الخليج انتصرنا، بصفين كنا انتصرنا، بحرب المدائن كنا انتصرنا، بواقعة الحرة كنا انتصرنا. ويوم حملنا نساء النبي على جمل يوم ذاك علينا انتصرنا. فهل مثلنا نال هذه المزايا؟ لأوسمة النصر ما عاد في صدرنا من مكان، لأوسمة النصر ما عاد في صدرنا من مكان، فصرنا نعلقها بالثنايا. وليس لخبز لدينا مكان، وليس لخبز لدينا مكان، فهذه الغنائم تملأ كل الزوايا. فنحن الذين قتلنا النبيين يوم أتونا، ونحن الذين كتبنا الوصايا، ونحن الذين جعلنا من العجل آلهة أخذنا القرابين من تحته والهدايا، ونحن الذين صلبنا المسيح، ونحن الذين حملنا الصليب، ونحن يهوذا ونحن الخطايا. نجاهر بالإثم في كل حين، نجاهر بالقبح في كل حين، تكاد الخطيئة تسري بأجسادنا كالدماء،
ونلجم بالصخر كل البغايا، ننصب أنفسنا في المساء ملوكا علينا، وفي الصبح نبسط كف العطايا. وكم نعشق الحرب والسيف والرمح والسم، حتى كأننا إذا لم نجد خصمنا نصول على حالنا في المرايا. ولو نخسر الحرب لا قدر الله يوما، ولو نخسر الحرب لا قدر الله يوما، فنحن انتصرنا بصدق النوايا. فيا حيرة الناس، فيا حيرة الناس، من سوف يخلفنا لو رحلنا؟ وكيف ستعرف خيل القبيلة يوم تكرم فيها المطايا. شكرا استاذ زياد، نشكركم جميعا على الحضور. كما قلنا موعدنا يوم الجمعه ايضا امسيه شعريه وتوقيع ديوان الاستاذ بدر رفوق. شكرا لضيوفنا الاستاذ عايد حسان، الاستاذ الغازي، شكرا لحضوركم، شكرا استاذ زياد على تلبيه الدعوه. في مشروبات وجوله بالمعرض. وانا مالي شكر يعني على رجلي وانا شكرا. خلينا نحصل الجماعيه اكثر واحد يستحق الشكر لانه